عايز تبقى بطل عالم؟ الفيديو ده اللي هيخليك تبقى بطل عالم. واحد واحنا في الاعداد البدني دلوقتي بيسالني بيقول لي الوقت يا كابتن عشان انا بكون بطل عالم في زي لاعبي الفي اوف سي اخد قد ايه؟ قدامك 10 سنين، هو عنده 16 سنه. لازم تمهد له الدنيا وتفهم له ان الحياه بالنسبه للاعبي الفنون القتاليه بتاعت اليو اف سي كلها مش جايه من ترفيه، لان الناس دي كانت معدومه العافيه زي ما احنا بنقول. يعني الكلام ده ما بياخدش وقت قليل، طبعا بياخد وقت وعمر كبير جدا منك. عندك دلوقتي 16 سنه، عندك 15 سنه، عندك ايا كان العمر بتاعك، انت لو استمريت من دلوقتي لحد ما يبقى عندك 26 سنه انت هتعمل حاجه كويسه جدا على مستوى العالم، ومفيش حد مش هيعرف يوصل. هتعرف توصل كل ما تكبر، كل ما تتعرف على ناس، كل ما تتعرف على العلاقات، كل ما تيجي تلاقي نفسك قربت للهدف بتاعك. بس هل انت هتستحمل الطريق؟ هتستحمل الشوك اللي في الطريق؟ هي دي الفكره كلها، انك تستمر 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 تستمر. هو ده السر، هو ده السر في كل رياضه، انك تستحمل. لو طلعت عندي هنا الجيم وجيت لي في شهر وقلت لي يا كابتن انا عايز اعمل عضلات، هقول لك لا، مفيش الكلام ده. احنا ما بنعملش سحر. خلال السنه كلها لو انت شغال مع معد بدني ايا كان انت عايز تعمل اي حاجه في حياتك، بتحط لها خطه كبيره جدا. بيشوف الفايتات بتاعتك، بيشوف نظام اكلك ونومك وشغلك، لو انت راجل بتشتغل شغله، لو انت راجل مش بتشتغل بيشوف اكلك عامل ازاي، تقدر تدخل اكل ايه، ما تدخلش اكل ايه، طبيعه جسمك، بنيانك، جيناتك، كل حاجه، عندك اصابات ولا لا، الكلام ده كله في الحسبان. لو انت شخص ضعيف، لو انت شخص ما عندكش استقبال كويس للمهارات او الكلام ده كله، الاستمراريه هتخليك كويس جدا 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 جدا، احسن من واحد موهوب لعب سنه لعب شهرين وبطل. فاستمر.